ودي الخطوه رقم واحد في ال 16 خطوه بتوع الماركتنج بلان. انا عمر سامي وبحب اتكلم عن الماركتنج. انت هتعمل لي فولو دلوقتي عشان هنتكلم على حاجات كتير قوي مهمه. لو اول حاجه بتعملها في الماركتنج بلان هي الاكزيكتيف سامري، فعندي خبر مش لطيف ليك. الماركتيريا بيروح يفتح الماركتنج بلان ويبدا يكتب احنا شركه كذا، الماركت بتاعنا كذا، والاستراتيجي بتاعتنا بقى هتبقى كذا، كله بالعقل. ما خلصت الاكزيكتيف سامري يا عم، استنى يا عم، استنى يا عم. وانت حللت السوق؟ طب حتى عرفت حاجه عن الكاستمرز ولا المنافسين؟ طب اتاكدت ان هي دي الاستراتيجي خلاص اللي هتشتغل معاهم؟ فتخيل انه بيقعد يلخص حاجه هو اصلا مش فاهمها. فكرني بنفسي زمان وانا بذاكر. الاكزيكتيف سامري مش مقدمه بتحطها عشان اول صفحه تبقى مليانه كلام، دي ملخص للماركتنج بلان. احترمها شويه، والمفروض لو اي حد قراها يفهم البلان كلها. يعني المفروض احنا مين، بنخدم انهي سوق، مين الاودينس بتوعنا، ايه الصعوبات اللي بتواجهنا والفرص اللي قدامنا، ايه الاستراتيجيه الاساسيه بتاعتنا، وايه اللي متوقع مننا اننا نحققه. فهي الاكزيكتيف سامري اول خطوه في الماركتنج بلان، بس هي اخر حاجه بنكتبها. ودي الخطوه رقم واحد في ال 16 خطوه بتوع الماركتنج بلان. فلو عايز 16 خطوه بكل تفاصيلهم في صفحه PDF واحده، اكتب كلمه بلان في الكومنتس وانا هبعتهولك. وشكلك لسه ما عملتليش فولو، ها؟